بصراحة الخطة الإبليسية دي بتجيب نتائج مبهرة. قبل ما تعمل الذنب يصغروا في عينك قوي ويهونوا بشكل غريب، لدرجة إنك ممكن ما تشوفوش ذنب أصلا. يا عم إيه المشكلة؟ ما الناس كلها بتعمل كده، وبعدين ما أنت هتتوب وربنا تواب وغفور ورحيم. إيه يعني بتتعامل بالربا ولا بتشرب مخدرات ولا بتعمل عادة سرية ولا مش بتغض بصرك؟ ده غيرك خاربها، أنت بالنسبة لهم منين مبشرين بالجنة؟ ويفضل كده معاك لحد ما تقع في الذنب. وقعت تلاقيه يقول لك ايه اللي انت هببته ده يا منافق يا كذاب، عامل لي فيها الشيخ، عامله لي فيها مش عارف مين. كام مره تتوب لربنا وتعاهد وتنقض يا منافق؟ بعد ما كان بيهون بدأ يهول، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فخلي بالك من خطة الشيطان، اوعى يصغر الذنب في عينيك. ولو عملت الذنب مهما كان كبير، رحمة ربنا عز وجل أكبر من ذنبك. رحمة ربنا وسعت كل شيء، وكل ما هتوب لربك بعد الذنب ربنا عز وجل يحبك. ربنا عز وجل بيحب التوابين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم.